السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أكلة ماما. من أحلى الأكلات اللي ممكن ناكلها ونعملها كده هي صينية السمك، ويا سلام بقى لو معمولة كده بمزاج وبنفس، بتطلع تحفة وأحلى من اللحوم بجد بمية مرة. معايا بقى عشان أعمل صينية السمك دي، أنا مش عايزة أدخل فيها صلصات خالص، أنا عايزاها كده لايت وخفيفة قوي. فأنا عملت شرايح بطاطس، طبعا مش رقيقة لدرجة شيبسي ومش تخينة زي صينية البطاطس، حاجة كده وسط. ومعايا شرايح من البصل والطماطم، وعندي كمان بقدونس، وكمان عملت كده تتبيلة خطيرة بالشبت بقى والكزبرة والكمون والفلفل وبهارات السمك والملح والليمون، حاجة كده تحفة. وطبعا زيت. رصيت بقى الخضار بتاعي كده زي ما احنا شايفين، وعليه شوية كده من التتبيلة. وبعدين نزلت بالسمك، السمك طبعا مغسول كويس جدا ومتبل بره وجوه كده، وعاملة فيه فتحات عشان يشرب التتبيلة. دخلته الفرن بقى وخرج بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ما خدش وقت، مستوي كويس جدا. الريحة بتاعته يا جماعة في منتهى الجمال واللذاذة. عاوزه اقول لكم بقى ان الخضار اللي تحتيه طعمه، مش عايزه اقول لكم احلى من السمك كمان، شارب كده من تتبيله السمك وطعمه تحفه. سمك جميل ما فيهوش اي ريحه زفاره خالص، وخفيف جدا ما فيهوش صلصات ما فيهوش اي حاجه، ينفع كمان لاصحاب الدايت. ومعايا بقى عملت كده شويه رز صياديه جنبه كده خفاف، طعمهم كان في منتهى اللذاذه مع بعض. اتمنى انكم تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم فيها في التعليقات. بحبكم، سلام.